ما تقوليش لجوزك مصروف البيت خلص وعاوزين مصروف جديد، لان كده يومك هيبقى حزين ومش سعيد. يسلم لسانك يا أميرة يا بنت الأمرة. ماله الكلام ده؟ كلام زي الفل زي الفل والله. وعقابك هيكون شديد، انت فاهماني؟ الست الناصحة ما تقولش لجوزها المصروف خلص، ما تحسسهوش ان البيت ما فيهوش فلوس. اعملي له من الحبة قبة، كل شوية مشروب كأنه قاعد في كافيتيريا العائلات، شاي على حلبة على عصير على مانجا قطع على فخفخينة. فخفخي جوزك يفخفخها عليك، فخفخيه أو فخفخيه أيهما أقرب. أيوة فخفخيني وروجيني ودعكيني باللي فصيني، هو دي الكلام. مالك يا ياسمين لو تنصح الحريم بكده؟ زي الفل والله. وبعدين تيجي بعد شويه تجيبي له شويه مكسرات على الترمس على فشار على مقرمشات، كانه قاعد في مقلب بالظبط. كل ده وانتي مصروفك خلصان. يا سلام، المكسرات والدنيا، ايه ده؟ ايه الكلام الحلو ده؟ مكسرات ومقرمشات وحاجات زي الفل، ايه الحلاوة دي؟ يا ربنا يكرمك يا رب ويرزقك بابن الحلال يا رب. ايه الكلام ده؟ مش معقول. وبعدين شويه رز بلبن على مهلبيه كانه قاعد في اسبوع. كل شويه تقولي له كله من خيرك يا حبيبي كتر خيرك. كله من خيرك كتر ألف خيرك. بعدها الراجل بقى مش هيلاقي أي حاجة تاني يقول، الراجل كده يبقى قاعد مستقنيس مع نفسه. الرجاله تحب الكلام ده قوي. انفخي فيه على قد ما تقدري. لو هو ظبطته على 32 انفخي على 38 ولا يهمك، انا اللي بقولك. يا ستي لو النفخ بالطريقة دي انفخ براحتك، انفخ زي ما انت عايزة. انا اقدر اقول لك حاجة؟ لا انفخ براحتك، انا مش واكل وشارب ومتظبط مية مية. خدي مني ما تراجعيش ورايا. كل شويه قولي له كله من خيرك يا حبيبي كتر خيرك. هو احنا نعرف نعمل ولا نجيب حاجه من غيرك؟ تعيش وتجيب لنا كل اللي في نفسنا. ربنا يخليك لينا يا اللي جايبنا ومودينا، خيرك مغرقنا. بأمانة انت ياسمين عز؟ بأمانة انت ياسمين عز ولا حد تاني؟ ده احسن يكونوا لعبوا في الاعدادات ولا حاجة. خدي بالك هنا وانت بتقولي له خيرك مغرقنا، ممكن تشرقي او نفسك يروح منك، قال يعني غرقتي في خيره بجد. اكتمي نفسك واعملي نفسك غرقانه او شرقانه، ايهما اقرب. اياك تنطق بأي كلمة من دي تاني، على الله. هي تفخفخني وتظبطني بس. ياه، مش قادره اقولك هيحبك قد ايه. طول ما انت مش محسساه ان المصروف خلص هيحبك اكتر. خبي بكل الطرق، ما تقوليلوش المصروف خلص. بيعي دبله وتوينز، بيعي الشبكه، ارهني الصيني، اجري طقم الاركوبال بتاعك، المهم ما يحسش ان المصروف خلص يا ام العيال. سيبي كده في نعيم الجهل مرتاح البال. بس انت مش واخده بالك من حاجه، ده نص الشعب عليه قروض، هتجيب الكلام ده منين؟